عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل اللي بيتابعونا على قناة تاكسي وكل اللي بيشوفونا لأول مرة. بصوا إن شاء الله هاخدكم النهاردة معايا في جولة في الإكسسوارات بتاعتي، ولكن برضو عايزة أقول لكم كام حاجة كده قبل ما نبتدي نشوف الحاجات اللي موجودة. وهي إن أنا جيت في فترة من الفترات كنت بشتري اكسسوارات كتير، وفي حاجات انا بحبها جدا ومميزه عندي قوي ما بلبسهاش كتير وما بكررهاش على اللبس بتاعي. فانا عملت ايه؟ جبت كل الاكسسوار اللي عندي وابتديت ان انا افرزهم كده، اشوف الحاجات اللي انا بحبها جدا واللي هي على ذوقي واللي انا كمان عايزه اكررها في اللبس. فدي اللي انا احتفظت بيها وقلت هي دي اللي هتفضل موجوده عندي. فضلت ان انا يكون عندي مجموعه انا حباها وحلوه حتى لو كان عدد القطع اللي عندك مش كتير. فانا اقدر اقولك برضو لو انتي مثلا هتجيبي اكتر من قطعة اكسسوار لمجرد ان هم ترند دلوقتي، افضل ان انتي المبلغ اللي هتدفعيه في حاجات كتير لا ممكن تدفعيه في حاجة واحدة بس وتكون فعلا شكلها حلو وقيم، وهتقدري تلبسيه على حاجات كتير وهتقعد معاكي وقت طويل جدا. يلا بينا دلوقتي نروح نشوف الاكسسوارات بتاعتي. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نشوف الحاجات اللي موجودة عندي. تعالوا نبدأ بأول حاجة وهي السلاسل. نشوف أول سلسلة دي، على فكرة عندي بقالها كتير جدا ولونها بجد حلو قوي ومن الحاجات اللي هي ما بتغيرش، وكمان شكلها جميل. وبرضو السلسلة دي زي ما انتم شايفين هي عبارة عن خرزة وشكلها لولي كده، بجد شكلها حلو جدا ورقيقة جدا. هوريكم طبعا قطع الاكسسوار دي وانا لابساهم على بعض. برضو السلسلة دي، طبعا السلسلة دي يعني لو انتم متابعيني على القناة هتعرفوا ان انا جبتها لنفسي هدية في عيد ميلادي اللي فات، مش اللي هو ده لا اللي قبليه. انا بجد بحبها جدا وبجد شكلها تحفة وحباها قوي. بصوا شكله، دي حاجات مشغولات يدوية. كنت في معرض قبل كده وبيبيعوا حاجات اللي هي المشغولات اليدوية. انا عجبني لونه، بصوا السواد بتاعه لونه تحفة، لونه جميل مع اني مش من هواة لبس العقودة قوي، بس لونه بجد جميل جدا وعجبني قوي. تعالوا بقى دلوقتي نشوف السلسلة دي. مش قادرة اقول لكم دي عمرها كام سنة، لو قلت لكم عمرها كام سنة هيبقى الرقم مخيف، فخليها كده ببركتها. بصوا الخرزة دي حقيقي هي ما شاء الله معايا بقالها سنين كتير كتير فوق ما تتخيلوا، وانا بجد بحبها جدا. شوف الخواتم، الخاتم ده فص صغير جدا ولكن حبيته قوي. ده على ما افتكر يعني من الذكريات الحلوه، برضو كنت في اسكندريه وكان في معرض حلو بيبيع حاجات كتير. لقيت الخاتم ده فيه، واصلا كان نفسي اشتري خاتم فص اكبر من كده، بس ده لما شفته حبيته وعجبني جدا. ده خاتم فص برضو بس زي ما انتم شايفين الفص بتاعه كبير، وبجد برضو شكله حلو جدا في اللبس. ده بسميه خاتم السلطانة هوام، بيفكرني قوي بحاجات حريم السلطان. هقول لكم على فكرة حلوة برضو تخص الاكسسوارات، وهي ايه؟ خاتم زي ده
عجبني، بس المقاس بتاعه مش مقاسي وشكله حلو. بصوا الحركة اللي انا عملتها عشان اضيق الخاتم، عملت من جوه بالشمع اللي هو السيليكون، عملت زي جزء كده من جوه بحيث ان هو يضيق لي الخاتم على قدي، وفعلا فكرة حلوة وبجد عملية جدا. حبيت الخاتم ده لان لونه جديد وبجد شكله حلو قوي. لونه بجد موف، هو لونه موف مزرق شوية كده. اوريكم الخاتم اللي هو فعلا مميز جدا. او بصوا شكله، خاتم زي ده ما بلبسوش في اي وقت، ده مناسبات يعني، لان الخاتم شكله كبير ضخم جدا، زائد ان هو سواريه، يعني سواريه قوي. وعاوز اقول لكم ان هو برضو معايا بقاله كذا سنه. طيب انتوا دلوقتي عايزين تعرفوا ازاي برضو تحافظوا على الاكسسوارات بتاعتكم. في حاجتين، الحاجه الاولانيه كان حد قال لي عليها قبل كده وبصراحه الفكره كانت ممتازه، وهي ان انتي تطلي الحاجه بتاعتك بمونيكير شفاف. دي حقيقي، سواء كانت حاجة فضي او دهب، فعلا بتحافظ عليها، لانها ممكن تتعرض للهواء والكلام ده كله وتتأكسد وشكلها يتغير مع الوقت. زائد دايما حاولي تحطي الحاجة بتاعتك في علب وتحفظيها، يعني ما تجيبيش الاكسسوارات بتاعتك وتفضلي رمياها كده، مع الوقت اللون هيتغير وهتغمق، حتى لو على فكرة الخامة بتاعتها كويسة. بصوا الساعة دي، هي كانت طلعت في وقت من الاوقات كانت منتشرة، ومن ساعة ما شفتها بصراحة عجبتني جدا، اللي هي المغناطيس دي. كان نفسي في واحدة سودة بالشكل ده، كان في منها اللي هي بتلمع قوي، بس انا حبيت ان انا اجيب الستايل والشكل ده، فقلت انها ايه، هتقعد معايا على طول، مش هتبقى وقت وتنتهي. زي ما انتم شايفين قطعة جبنة مثلثات، شكلها حلو قوي. كان في فص جوه وقع، هو جوه على فكرة لسه زي ما هو، بس معرفتش ان انا الزقه او احطه. بصوا الانسيال ده من الحاجات اللي كان لازم احتفظ بيها ومميزة عشان خاطر الفراشة اللي فيها دي. انتوا شايفين شكل الفراشة، غير ان القفل بتاعه مختلف برضو. بصوا القفل، فكرة القفل حلوة قوي. برضو شكلها بسيط وصغيرة ورقيقة جدا، ولكن لما بتتلبس حقيقي بتخلي يعني الحاجة كده بتديها شكل. الاكسسوارات فعلا بتفرق في شكل اللبس جدا. تعالوا نشوف اخر حاجة وهي الحلقان. بصوا الحلق ده عامل زي الوان الطيف، صغير جميل، لون الخرزة بتاعته بجد حلوة قوي، ومن الالوان اللي هي ما بتغيرش. اخر حلق وهو اكتر حلق كان نفسي اشتريه، بصوا تحفة حقيقي، شكله جميل جدا بصراحة. بحب ان انا الف الطرحة بشكل معين كده علشان خاطر ابينه شوية. ووصلنا لاخر الفيديو، ولو انتوا عايزين بقى تاخدوا افكار من تنسيق الاكسسوارات على اللبس بتاعك ازاي تعمليها، ان شاء الله تابعوني على انستجرام اللي هيظهر قدامكم دلوقتي واللينك بتاعه في الديسكريبشن. هتلاقوا فيه افكار كتير عن اللبس وعن الاكسسوارات وعن كل حاجة تخص الفاشن والتنسيقات. مستنياكم هناك ان شاء الله، ويلا بينا نشوف معلومة فيديو النهاردة بتقول ايه.